اهلا بكم اعزائي مستمعي راديو هيتس في كل مكان وساعه مع سيف زاهر في نفس الميعاد على نفس قناه راديو هيتس. دايما بنجيلكم ودايما اخبارنا الجديد والحاجات الحصريه والخاصه. المنتخب الوطني اهلي زمالك، ساعات تخش في الدولار، واحد بيتخانق مع مراته، واحد عنده ازمه نفسيه، اي حد محتاج اي حاجه يبعت لي على طول على موبايلي. لو حاجه تنفع ارد عليها على الراديو هرد عليه، لو حاجه ما تنفعش ومحتاج ان انا اكلمه على الموبايل مش هكلمه. لا هكلمه طبعا، بهزر ازاي. لو اي حد عايز اي حاجه يبعت لنا مسجات على 8802، دي مسجاتنا 338 338 تليفون يا جماعه فين؟ 383 ده تليفوننا. اللي عايز يكلمنا، اللي عايز يتواصل معانا، اللي عايز يبعت لنا مسج ان احنا نكلمه، اللي مكسل شويه عايز حاجه، احنا تحت امركم. النهارده شوفوا جايين ازاي طيبين، لان النهارده الفالنتاين دي يعني عيد الحب. عيد الحب يا جماعه، مفيش ازمه، وان شاء الله باذن الله تبقى القصه كلها حب وتبقى القصه كلها خير كده يا رب دايما. هقول لكم حاجه غريبه جدا، موقف الحقيقه يعني انا تعرضت له، وعايز اوجه رساله كده لبعض الناس اللي ما بتتعبش، او اللي مش عايزه تستوعب، او اللي مش عايزه تفهم. نشرح تاني، نحاول نفهمهم تاني. لما ابتديت الاعلام كنت يعني من كذا سنه، وكان معايا الكابتن حازم امام، ابتدينا بسيستم معين جدا، ان احنا وسطيين جدا، بادب جدا، مشاكل تتقال بادب جدا. ما يجي لك واحد عليه شيك، ولا واحد عنده مشكله، ولا واحد تخص الرياضه، ما نخشش في الامور الشخصيه وما نعرضش، ما نجرحش بني ادم. بعض الناس قال لك يا جماعه ابقوا قابلوني لو وصلت. ليه يا استاذ نقابلك ليه؟ لازم كده تخش، فاهم قصدي، تفضح الناس كده وتدوس وتشتم، ما يهمكش كده عشان تتشهر وتبقى اعلامي جامد كده. طب ولو ما بقتش كده مش تبقى يعني ما كده، ما هيبقى لونك كده مش حلو. إيه محترم، ايه محترم مؤدب، ايه يعني ده؟ قعدت افكر كده، يعني هو لازم تبقى كده عشان انجح؟ خلاص يعني مش مهم انجح، ماشيين في نفس المدرسه وخلاص. بفضل الله عدت فتره كبيره وبقى لينا يعني مكانه كويسه، والناس بقيت احس ان الناس حتى اللي اخذه منهج غير كده بقت دايما في كلامها احنا وسطيين، احنا محترمين. فحسيت ان احنا قدرنا ان احنا ننجح، وقدرنا ان احنا بجيل معين ومجموعه كبيره معانا من الزملاء قدرنا نوصل ان احنا نبقى في المدرسه دي. والناس قدرت يعني تفرق ان انت مش لازم تعمل فضايح، مش لازم تتجاوز، مش لازم تشتم حد، ومش لازم عشان تبقى اعلامي كبير او اعلامي محترم. الحمد لله بفضل الله، يعني الواحد ربنا اداله اكتر مما كان بيحلم. الف حمد الف شكر ليك يا رب. سواء انا سواء حازم، يعني كابتن حازم اسم كبير طبعا، تاريخ كبير، ولكن انا بتكلم اعلاميا ما شاء الله. النهارده حازم يعني اكبر الاعلاميين الموجودين في مصر. فجينا ابتدينا الفتره اللي فاتت بعض الناس زملاء، كان عندي حته كده ان انا ايه، اجي مثلا اي حد من الزملاء مثلا يبقى عنده ماتش، يعمل ماتش حلو قوي، اخد ماتش من بره، شايف مثلا ان هو عمل تغطيه كويسه، اطلع واقول له اسمه، واقول ان ده غطى بشكل كويس، عمل ماتش كويس جدا، والتغطيه كانت اكتر من رائعه، مفيش مشكله، واتمنى له كل التوفيق، وحاجه بصراحه محترمه جدا وبتاع، كلام جميل. بعض الزملاء الحقيقه كان يبادلني نفس الشعور، وبعض الزملاء عندهم مشكله، يعني خلاص مفيش مشاكل، انا برضو ماشي في طريق، عنديش اي ازمه، مفيش مشكله. يجي مثلا واحد كل تارجته مثلا ان يهاجمنا، او يخش مثلا يهاجمني، او عايز ياخدني في خناقه ان انا ارد عليه، فوصل رساله انا والله ما هرد عليك، سواء انا بحبك سواء انا بكرهك. في ناس بحبها وليها فضل كبير عليها، واعلاميين كبار، ودول لا يمكن ان انا ارد عليهم احتراما وتقديرا، حتى لو انا شفتهم غلط، حتى لو هو تجاوز معايا مش هرد عليه. وفي بعض الناس اللي انا يعني انا كده مش هرد عليك، يعني مش في حساباتي، مش هروح معاك المشوار ده بالبلدي، يلا عشان الناس تفهم، انا مش هروح معاك المشوار ده، انا في طريق معين ومش هروح لك في الحته دي. جينا غطينا ماتش الاهلي والزمالك، كنا في ابو ظبي، حاجه الحقيقه اكتر من يعني مش هقول ان احنا عملنا حاجه رائعه قوي، لا هقول ان هي كانت حاجه حلوه قوي لمصر، حاجه حلوه يعني، تغطيه صوره اتش دي، تاني ماتش يتصور في العالم بالطريقه دي، وجود جمهور، عظمه التنظيم، حاجه رائعه يعني. ناس كتير جدا بعتوا لنا مسجات، حاجه رائعه، متشكرين، فوق دماغنا من فوق، مفيش مشاكل.
بعض الناس وبعض الزملاء شافوا ان دي تغطيه ضايعه جدا، استهباب جدا، صوره وحشه جدا، وايه القرف ده. متشكرين جدا، مفيش مشاكل. ناس امبارح بعتالي جدا لازم ترد عليهم او عليه او على مش عارف ايه، وترد وتعمل وتسوي وتقول له دي حاله نفسيه ودي ناس مش عارف ايه. عايز اقول للناس يا جماعه اهدوا، انا مش في دماغي، واللي يقول يقول، وربنا يكرم الجميع، وربنا بيدي كل واحد على قد نيته، وربنا بيدي المجتهد، هي كيكه كبيره، ربنا بيدي كل واحد رزقه. ادي كل القصه. قول بقى انت حضرتك زي ما تقول. عايز بس اقول للناس واقول لكل واحد ان الناس بقت بتفهم. خلي بالك، انا مش هرد عليك ولا هرد عليكم ولا هرد على اي حد، واللي قال وحش فوق دماغي، واللي قال كويس كتر الف خيره فوق دماغي طبعا، عادي، ما عنديش اي ازمه. انا مش هرد، بس انا بقول لك نصيحه ليك انت في كلام هتيجي تقوله شكلك قدام الناس هيبقى وحش بس. لكن عمر نفسي بعض الناس تطلع من مبدأ وحتة انا هخش خناقه عشان ارجع تاني بيها، او عشان اكبر بيها، اخدش خناقه مع فلان عشان يرد عليا. يا استاذ فلان مش هيرد عليك، ما تضيعش وقتك. والناس بقت عارفه، والناس بقت عندها الوعي بشكل كبير جدا. افضل كل واحد يبص في ورقته قبل ما المراقب يلم الورق. هو ده المهم. كل واحد يشتغل في الورقه اللي قدامه، كل واحد يبص في رزقه، وتجيد في الحاجه اللي قدامك، وتخلي نيتك خير للناس، ربنا يرزقك. ده اللي انا اتعلمته على قد ما اتعلمت، يعني ان الشغله دي بالنوايا، واتمنى الخير للناس، ربنا يديك الخير، واسعى، ربنا ان شاء الله باذن الله يديك النجاح. مش هيديك انت لوحدك، عمره ربنا ما هيديك انت لوحدك، هيديك انت وهيدي كل الناس وهيدي زملاتك، وانت مره وده مره، دايره وكيكه وبتلف. ولو ما كانتش راحت من اللي قدامك ما كانتش جات لك، ولو هتفضل معاك مش هتروح للي بعدك. وضع طبيعي. الناس بتفضل ماسكه وتفضل متشبثه وتفضل ماسكه في الحاجه. بحس ان ده مرض، ودي اصعب حاجه في الدنيا. بالظبط زي الكراسي في العمل العام. كنت عضو مجلس اداره من فتره في نادي الصيد، وجيت بعد كده جه الحقيقه الدكتور مجيب عبد الله كان رئيس النادي مع مجموعه كبيره محترمه. بحس ان كل واحد او كل الناس يعني حاسه ان اسعد لحظه اما تمشي يقول ولا يوم من ايامك. عمري ما شفت كده. حسيت ان انا بحب النادي، وحسيت ان انا لما جه جمعيه عموميه وكان عندهم ازمه رحت وقفت وقلت ناس كويسه ولازم تكمل، وناس كويسه ولازم تكمل. بس استغربت لقيت نفسي واقف لوحدي. فكل ما اقول لحد يا جماعه ده النادي اللي بتحبه، يقول لي يا عم خلي الناس تمشي ولا يوم من ايامكم. يا عم ماشي، انا مش قصه ايامنا ولا يوم من ايامنا. الكيان اللي انت بتحبه بيروح، سواء الصيد اهلي زمالك. انت حب المصلحه، ما تحبش ان انت موجود فكل حاجه كويسه انا مشيت فكل حاجه وحشه. وانت ماشي خليك راضي، قول الحمد لله انا جيت وقعدت فتره ومشيت بشكل كويس. تداول السلطه وده شيء يعني مفيد صحيا. ليه كل واحد بيجي بعد التاني بيشتمه؟ سؤال غريب جدا. يعني عمري ما شفت واحد جه مسؤول، المسؤول اللي قبله طلع في تصريح قال والله ناس ممتازه وشغاله بشكل كويس. ما قابلتهاش انا دي. بص الفشله، بص الضايعين، بص مش عارف ايه، بص لحد ما تيجي انتخابات ويخش يبقى معاهم يبقوا كويسين قوي، محترمين جدا، يبقوا احسن ناس، يبقوا حاجه عظيمه جدا. ايه يا جماعه ده؟ ايه المرض ده؟ ايه المرض اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه ده؟ افهم انها فتره، افهم انها كل حاجه للزوال، افهم ان مش هتقعد عمرك كله فيها، افهم ان انت فتره ولازم تمشي. لو انت مسؤول على كرسي فتره هتمشي، لو انت وزير فتره هتمشي، لو انت اعلامي فتره في حياتك وهتنتهي، وهيجي اللي بعدك وهتصدر المشهد، وانت هتيجي بفتره وتبقى كويس ويمشي التداول. الشطاره انك لما تمشي تقول احمدك يا رب اديتني اكتر مما اتمنى، الحمد لله، وتبقى مرضي بتاريخك اللي مشيت بيه. شفنا على فكره، شفنا ناس كتيره جدا كده. كابتن حسن حمدي لما خرج من النادي الاهلي اختفى تماما على الساحه وارتضى بالتاريخ والاسم اللي عمله. كابتن محمود الخطيب مش راجل مش على كراسي دلوقتي، وارتضى بالاسم الكبير. حازم امام راجل نجم وهيفضل نجم العمر كله. القصه مش انا قاعد فين واللي جاي بعدي وحش وافضل اتخانق واشتم اللي موجود دلوقتي لحد ما ارجع واقعد على الكرسي.
كلمة الحمد لله وقلة الطمع والجشع اعتقد ان ده فضل وكرم من عند ربنا. نفس الناس تتجه بنواها كده ربنا عشان تنجح. دي رسالة. واحد يقول لي بتوجهها لمين؟ والله العظيم بوجهها لنفسي. هابي فالنتاين. نطلع اغنية سريعة. مين يا اسلام؟ دنيا سمير غانم عشان الفالنتاين ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي راديو هيتس في كل مكان. كل الناس قاعده تبعت لي مسجات تقول لي اسامي ناس، هو المشكله مع مين، هو قصه مع مين، طب الموضوع، ومفيش قصه ولا في موضوع اصلا. انا بدي كده في المطلق، انتوا عارفين ساعات كده ببدا، وفكرت قبل كده اكتب شعر، يعني شغل جامد والله، شغل فنادق. اخبار سريعه كده. كابتن هاني ابو ريده بيطير يوم الخميس لجنوب افريقيا، ومنتخب تونس يستعد للفراعنه بوديتين. كابتن أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني، واكيد عنده الجديد حديث المدينه بقاله اسبوع، ونجم الشباك. كابتن أسامة مساء الخير. مساء نورك يا سيف، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعيك الكرام، وتحياتي طبعا لكل الكرو اللي بيشتغل معاك. صباح الفل يا كابتن، وحشني. وحشني كتير والله، يعني انت رجعت بس انا لسه بستجم شويه من على حرير يا كابتن أسامة، على حرير. يعني ربنا يستر عليك. انت عارف انا راجع على عيني والله. لا احنا طبعا هنا كنا مستمتعين، وانا لازلت مستمتع الحقيقه بالفتره اللي احنا جيناها هنا. بلد من البلاد اللي انت تحب دايما تبقى موجود فيها اكبر وقت ممكن. طبعا. بنشكرهم على اكيد رحت دبي بقى. دبي طبعا بقى، انت فاهم لازم شايف الاسره وبتاع، فقلت تريح شويه. لازم تستمتع بالفتره اللي انت فيها، فبنشكرهم الصراحه، بنشكرهم على حسن الضيافه، وبنشكرهم على الاستقبال، بنشكرهم على كل حاجه حلوه عملوها لنا، ودي عادتهم، واحنا طبعا كنا مستمتعين بيهم. وان شاء الله عقبال كل سوبر كده ان شاء الله، تاني وثالث وعاشر باذن الله يكون هنا ان شاء الله. وعقبال كل نجاح كده في كاس الامم، والنجاح اللي عملتوه وكسرتوا الدنيا، وجهاز فني محترم، وانت اسم كبير، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. الحمد لله. يعني كان حصل أسامة نبيه بقاله اسبوع مسيطر على كل البرامج، كل الجرايد، كل الامور بعد التكريم بتاع ماتش دبي، وكل الناس، وتعليق جمهور الاهلي. وانا يعني طلعت حتى كنت بتكلم امبارح على الهوا، وقلت انا اتكلمت بيه مع كابتن أسامة نبيه، حسيت ان الراجل مش في دماغه، يعني هو مقدر جدا ان الناس فاهمه غلط، او دي وجهه نظر، ولكن كل احترام للجمهور، والموضوع مش في دماغه زي ما الاعلام بيتداولوا. معرفش بقى الموضوع جواك ازاي. هو الحقيقه زي ما انت شرحته كده بجد، يعني هو فعلا احنا مش كل البعض هنعتبره كله، ومش كل الكل هنعتبره بعض. صح. يعني صح. تاني ناكد بس عشان دي حته منطقيه، انت عارف انا فيلسوف يعني. صح. بس ده كلام كبير قوي اللي انت قلته ده. مش كل البعض هنعتبره كل، ومش كل الكل هنعتبره بعض. يعني البعض ممكن تكون بعض من الجماهير، مش كل الجماهير. ما تقدرش تعمم كل ده على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي جماهير، انا عارف ان هي جماهير عندها وعي وعندها ثقافه وعندها احترام، مش بعض اللي هيسيء لجمهور النادي الاهلي. انا بالنسبه لي الموضوع بسيط جدنا خالص، هي وجهه نظر جمهور، وجهه نظر محللين، وجهه نظر نقاد، وجهه نظر احنا جهاز فني، وبالتالي انا في وضع مسؤوليه يا كابتن سيف، والمسؤوليه بتحتم عليا الهدوء والصبر وعدم التسرع في اي قرارات او في اي ردود افعال بتسبب بالسلب، سواء عليا انا الشخصي او على المسؤوليه اللي انا بشتغل فيها. وبالتالي لما تقلع عبايه المسؤوليه بيبقى في حاجات ثانيه كتير. يعني انت وانت قاعد قدام الشاشه او انت قاعد قدام المايك بيبقى عندك مسؤوليه، وانت بعيد عن الحاجات دي بتقدر تتعامل بحريه وباريحيه اكتر. فانا وضع المسؤوليه اللي انا فيه الحقيقه بيحتم عليا ان انا لابد ان انا استحمل، لابد ان انا اواجه. ده عمل عام، انا متاكد ان انا بعمل عمل عام، والعمل العام ده فيه بيحب وفيه بيكره، فيه مؤيد وفيه معارض، وبالتالي عليك ان انت تصبر. خلي شغلك وخلي نتائجك وخلي طريقتك وخلي اسلوبك هو اللي يرد لك. انا بشكر كل الناس من خلالك، كل الناس اللي كتبت كلمه حلوه، واللي دعمت، واللي وقفت، واللي اتكلمت كلام كويس جدا في كل البرامج، كلهم من خلالك بشكرهم. ودي حاجه مش جديده عليه، لان انا عارف ان في ناس كتير عارفه بتعرف يعني ايه كويس أسامة نبيه وقدر أسامة نبيه. الحمد لله بحمد ربنا
لا انا يعني لقيت استحسان كبير جدا من كل الناس اللي انا عارفهم، ودي وضع طبيعي جدا منهم، فانا بشكرهم من خلالك وبشكرك انت بصفه شخصيه. لكن زي ما قلت لك هو الموضوع في الاخر هي بتبقى وجهات نظر، وزي ما قلت لك المسؤوليه بتخليني لابد ان انا اكون هادي ومنضبط وملتزم. سبحان الله يا كابتن، شوف يعني انتوا ما شاء الله اتكرمتوا ما كرمتوا هناك في الامارات ونزلتوا، ويعني بغض النظر عن قله من الجمهور كان ليه وجهه نظر ثانيتين مثلا، بس كان في الحقيقه استقبال كبير جدا. ولكن الثانيتين اللي انت خدتهم دول خلوا كل الاعلام طلع يتكلم على اسامه نبيه. هي دي النجوميه بقى، هي دي النجوميه كانت دي الارزاق، دي الارزاق. هي دي النجوميه دي بقى كانت. انت دايما بص، في ناس تقول لك ايه، انت ليه ما بتظهرش، انت ليه ما بتطلعش، انت ليه ما بتاخدش السوكسي، انت ليه ما بتقولش، انت ليه مش واخد حقك، انت ليه ما تظهرش قلمين، انت ليه مش عارف ايه. انا بحب افضل في الحاجات اللي زي كده، بس بحاول ابقى على جنب وابقى هادي وابقى يعني انا ليا دور بسيط، دور بسيط. الناس تقول لك ايه، لا كبر دورك، حجم دورك، اعمل مش عارف ايه، خلي ليك وضعك، خلي ليك شأنك. الحقيقه ان شأني بيجي، انت فاهمني ازاي، من غير ما انا اكون عايزه باي شكل من الاشكال. انت النهارده لما بتهاجم فانت نجم، ولما بتتمدح فانت نجم، انت فاهمني ازاي؟ صح. انت زي ما انت قلت، انا خدت حديث الناس في الاسبوع اللي فات، انا ما كنتش حابب ان انا اظهر في اي حاجه بعد وصولنا الجابون، وبعد رجوعنا بمركز ثاني، وبعد ما كنتش بظهر. كنت بظهر يمكن حاجات يعني عشان كانت نسيت مثلا، لكن في الحقيقه انا ما بظهرش. لكن هو ربنا بيدور لك على حاجه تنجمك، خلاص بقى. طب انا الناس بتدور على نجوميتي بشكل او باخر، انا عندي استعداد. صح، ده الرزق يا كابتن، والله ده الرزق. لا بس انت بتدور على الشهره بتجيلك بشكل او باخر. والحقيقه انا ما بحبش الشهره اللي من النوع دوت، ولكن خلاص هي الناس حابه تعملني كده، خلاص انا هعمل ايه؟ ثاني وثالث، بس الناس من خلالك، الناس اللي اتكلمت ووقفت بشكل كويس جدا في جنبي وفي ظهري وقدامي ودفعت بشكل كويس جدا، بشكرهم من خلالك وبشكرك انت بصفه شخصيه. وزي ما انا قلت لك في الاول في الاخر، مش هنعمم، انا بصفه شخصيه مش هعمم بعض على كل على بعض دي خالص، مش هخلط الامور. لان انا عارف يا كابتن اديتني كلمتين في الخلاصه، بس ما اعرف اجمعهم اصلا، يعني كل على بعض وبعض على كل، بس كلام كبير في الاخر، كلام كبير. كابتن اسامه بتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح، وتفضل مكسر الدنيا كده ان شاء الله باذن الله، وفي يوم من الايام اشوفك مدرب رقم 1 للمنتخب ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا كابتن، شكرا ليك يا كابتن، شكرا ليك، تحياتي لكل مستمعيك الكرام. بشكرك كابتن اسامه نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، بشكره شكرا جزيلا كابتن اسامه على الهواء من الامارات. طبعا يعني نعترض بشده، او يعني كانت الحقيقه الموقف بعض جمهور النادي الاهلي اللي كان يعني انتقد في الاستاد كابتن اسامه نبيه. في الاخر انت بتكرم اسامه نبيه كراجل مصري، انت بتكرم جهاز فني المنتخب الوطني، انت بتكرم راجل عمل انجازات في الجابون. ايه لازمه الحته دي؟ لا يمكن يبقى فيه خروج عن النص ونأيده ابدا، من المستحيلات ان احنا يبقى فيه خروج عن النص ونأيده. مرفوض رفض تام، مرفوض، سواء من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. قصاد كده كان في حاجه كويسه، استقبال هيكتور كوبر، استقبالنا الحقيقه في الاستاد، الجمهور العظيم اللي كان موجود، جمهور الاهلي جمهور الزمالك، حاجه. الجمهور ده طول ما هو ملتزم حاجه عظيمه قوي، يعني بالظبط حد بيعمل اكله حلوه قوي ومرشش عليها رمل، مش حتى ملح. ايه الداعي منها؟ انا مش عارف. زي بالظبط لما شفنا المشهد في الامارات، شفتوا الاستاد عامل ازاي، وشفتوا الحلاوه وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك، لا في شماريخ بقى ولا دخان ولا حد كسر كراسي ولا حد قام عمل دوشه ولا حد طلع بيافطه اصل شتم فلان، اصل احنا لازم نعبر عن نفسنا، اصل ده اللي جوانا، اصل لازم نحط مش عارف على فلان، والالفاظ اللي اخترعناها وحاجه. بنعيش في اوقات يعني نفسي الناس يبقى عندها وعي، تشوف الحاجه الحلوه تفضل حاجه حلوه، تفضل حاجه كويسه. اللي عايز يكلمنا على 38355961، اللي عايز يبعت لنا رسائل على 8802، اللي عايزنا نكلمه مفيش مشكله يبعت لنا يقول لنا نكلمه، واحنا ان شاء الله باذن الله هنكلمه. زي ما قلت لكم خدمه فنادق. الاسماعيلي بيختتم النهارده، الاسماعيلي عنده بكره لقاء النادي الاهلي، ولقاء مهم جدا جدا جدا. طيب نروح لتليفوناتنا. الاستاذ عبد الرحمن، مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يخليك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ يعني اهلاوي طبعا. اهلاوي. ايه رايك في ماتش الاهلي والزمالك؟ زعلان اكيد.
زعلان طبعا، الماتش راح مننا والله. كان اسهل يعني، بس هو الماتش الحمد لله اهم حاجه كده المنظر الحضاري يعني. عجبك الماتش وعجبك التصوير والاداء وعجبني طبعا اداء حضرتك وكابتن حازم امام. والله الحاجات دي ما بحبش اتكلم فيها، بس انت بتحرجني يعني اول ما تيجي سيره الاستوديو. احرجك والله، على فكره انا كلمت حضرتك عشان سمعت الكلام اللي قلته اول الحلقه يعني، ده ممكن عشان حضرتك ناجح او فاهم قصدي طبعا يعني. ربنا يخليك، الحمد لله، نعمه كله نعمه الحمد لله. تمام يعني. احنا بنوصل رساله ان كده مش عايز الناس توجع دماغها، مش هنرد على حد، فمش عايز الناس يبقى عندها قلق يعني. تمام، ربنا يكرمكم بالنجاح والله. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، ده من ذوقك وبشكرك حبيبي، شكرا جزيلا عبد الرحمن. كل الناس الحقيقه يعني جمهورنا هو اسعد حاجه دايما بنبقى فرحانين بيها. اي حد عايز يكلمنا على 38-359-961. يعني زي ما قلت لكم، حاولت امبارح كنت انا في الراديو وكنت بسمع برنامج على راديو هيتس، ومش عارف ليه جالي الاحساس قلت اتكلم اخش اعمل مداخله، والله العظيم الكلام ده حصل. قعدت بتاع ساعه وما عرفتش برضه يعني ايه الموضوع ده. اسلام صح، ده في معاناه كبيره جدا. قعدت حاولت اتكلم اعمل مداخله، صعب جدا، بتاع ساعه مثلا. فعلا انا لازم اظبط الموضوع ده وابقى عندي يعني ليها سكه كده. مهم بقى اللي محترف في الحاجات دي يبقى قاعد على القهوه في ثانيه يتكلم اللي قاعد جنب الراجل. استاذ علي مساء الخير. يا مساء النور. ربنا يخليك، ازيك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ كله تمام يا فندم والله الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليك يا فندم، فوق دماغي من فوق. والله حضرتك انا بسمع حضرتك كل يوم، وكابتن حازم وكابتن خالد، انا يومي كله قاعد على الموضوع ده. ربنا يخليك، ده من ذوقك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. اهلاوي ولا زملكاوي يا فندم؟ لا انا اهلاوي ان شاء الله. اهلاوي. رايك ايه في ماتش الاهلي والزمالك؟ الصراحه ما كانش حلو. ما كانش حلو. هو بس اللي فيه جنش، بس مفيش حاجه تاني. جنش. ان شاء الله باذن الله الدوري بقى يرجع من جديد كده والدنيا تظبط ان شاء الله يا كابتن. بس انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. ربنا يخليك، واحنا بنحب حضرتك جدا وبنتشرف دايما بوجودك معانا. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن سيف. ربنا يخليك يا فندم، تحت امرك يا استاذ علي، تحت امرك. اتفضل شكرا. مستنيين تليفوناتكم على 38-359-961. بس الاول هنطلع على اغنيه بمناسبه الفالنتاين. فالنتاين يعني ايه؟ يعني عيد الحب، يعني كل متجوز واحده يروح متاخر، واللي مصاحب واحده يحجز ويروح بدري، واللي يعني كده يعني اللي متجوز وعايز يخرج شويه بدري يخرج، واللي محتاج اي. والله العظيم انا ما عارف انا بقول ايه، انا مش عارف. طيب الاغنيه ايه يا اسلام؟ وائل جسار وامال ماهر. حط اغاني انت عارف لو ساب لي الميكسر وحط لكم اغاني هشيصكم، مش عارف ايه اللفظ ده. يلا هنسمع الاغنيه ونرجع تاني مع سيف زاهر. اهلا بكم اعزائي مستمعي راديو هيتس، رجعنا لكم تاني من جديد. اخبار سريعه بقى. احمد حجازي بينتظم في المران الجماعي للنادي الاهلي، والبدري بكره احتمالات كبيره جدا ان هو يريح عبد الله السعيد واحمد فتحي للارهاق. طبعا لازم يريحهم يعني، ما فيش كلام، اللعيبه مجهده بشكل كبير جدا ولازم ياخدوا وقت لان ما خدوش وقت راحه. كوليبالي وبركات في قائمه الاهلي لمواجهه الاسماعيلي. عمرو بركات طبعا لاعب ليرس البلجيكي. طيب ناخد بعض تليفوناتنا. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. ازيك يا كابتن سيف؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام والله. ربنا يخليك يا فندم. انا سامع حابب بس ان انا يعني سامع حضرتك لسه. انا للاسف يعني انا اول مره يمكن اسمع البرنامج بتاع حضرتك. البرنامج بتاع حضرتك من البرامج المهمه جدا ان انا بتابعه على الاقل في التلفزيون. انا بتابع استوديو حضرتك على الاقل في التلفزيون، انما يمكن الراديو ما بتتاحش الفرصه ان انا اقدر اكلم حضرتك. ده شرف لينا يا فندم. الله يخلي حضرتك يا فندم، الله يخليك. ونتمنى ان القناه ما تتغيرش بقى على الراديو. طبعا عشاننا كبير فيك يعني. لا انتوا كنتوا ناس محترمه بدايه من الدكتور خالد الصبح مرورا بقى بكل الزملاء بصراحه. الدكتور خالد من شخصيات محترمه جدا الحقيقه. بالظبط، من افضل القنوات بصراحه. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك حبيبي، الله يخليك. انا سامع حضرتك بتسال المستمعين على رايهم في ماتش الاهلي والزمالك. رايك يا فندم؟ هو انا زملكاوي تمام. انما هي الفكره في حاجه ان الماتش لا يرقى بصراحه ان هو يبقى لقاء قمه. هي فكره ان هو قمه في الجماهير، اي نعم، والاحترام المتبادل كان بين الجماهير. قمه في الملعب والتصوير اللي اتمنى ان هو يعني ننقل الصوره دي اللي احنا شفناها نلاقيها ملاعبنا. نعتقد يعني مصر واستاد القاهره او السادات اللي موجود مش اقل يعني قيمه من الاستادات اللي احنا شفناها بصراحه في دوله الامارات. طبعا دوله الملعب والتصوير والاستوديو التحليلي والكاميرات.
بغض النظر ان الكاميرا كانت متشعلقه معظم الوقت، انما على الاقل ان احنا شفنا تصوير، شفنا على الاقل زوايا مختلفه للمخرجين بتوعنا هم يتعلموا منها، علشان لو يعني احنا بنشوف الكوره ممكن الكوره ساعات 4 قدامك واحنا يبقى في 5 تنفار قاعدين كلهم مترددين هل الكوره دي جون ولا مش جون؟ صح. الكوره دي عدت الخط ولا ما عدتش الخط؟ هناك انت بما لا يدع مجال للشك، انت الكوره بتتعاد من مره واحده اكتر من زاويه، بتاكد لك قرارات التحكيم، بتاكد لك هل كان في تعمد، هل كان. فبصراحه دي كانت قمه في حد ذاتها، قمه الملعب والتصوير. بالاضافه طبعا ان احنا بنتكلم ان ماتشات اهلي وزمالك على طول بيتولد فيها جول، فاعتقد نجم الماتش ده اللي اتولد هو جنش بما لا يدع في اي مجال للشك، جنش كان نجم ماتش الزمالك. مظبوط. الاثنين مدربين طبعا كانوا يعني بيلعبوا بخوف زايد وتحفظ زياده عن اللزوم، بالرغم ان هما الفرقتين او الاثنين مدربين حافظين اللعيبه وعارفين بنسبه 90% ايه هو التشكيل اللي هينزل، انما هما الاثنين كانوا خايفين لدرجه ان كل الناس قالوا فيكتور كوبر بيقابل فيكتور كوبر، تمام؟ فهما الاثنين تقمصوا وهما الاثنين خدوا كوبي اند بيست الخطه اللي كان بيلعب بيها منتخب مصر في الجابون. فانا مش عارف الخوف، هل كان المدربين قاصدين ان ياخدوا الماتش بضربات الجزاء، هما الاثنين خايفين ان البطوله تروح منهم، هل هما الاثنين خايفين ان الماتش يتفتح؟ فانا مش عارف. طبعا حسام البدري، كابتن حسام البدري وهو مدرب كبير طبعا علينا وعرفنا، اعتقد ان هو غلط. انت ما استمتعتش بالماتش فنيا خالص خالص خالص. يعني انا بتفرج، انا سني يعني مقارب لل40 سنه، ما شاء الله، بتفرج على كوره من بدري، بتفرج على الزمالك من بدري. لكن استمتعت بالتغطيه. استمتعت بالتغطيه، بالتحليل، بالملعب وبالتصوير والتحكيم برضو. يعني الواحد برضو خلينا في الاستوديو التحليل، الحاجات اللي بتحرجنا دي. لا طبعا يعني حضرتك والكابتن حازم بصراحه والله، يعني حضرتك والكابتن حازم كانوا من افضل، فعلا من افضل التغطيات اللي الواحد سمعها، ومن افضل سواء يعني قبل واثناء وبعد المباراه حتى على القنوات الثانيه. لا كنتوا بصراحه الواحد يشيد بيكم، مش مزاج حضرتك والله، بس الواحد فعلا اون سبورت والتوأمه اللي حصلت مع القناه الاماراتيه ابو ظبي. تمام. فلا كانوا بصراحه الاستوديو كان هايل جدا، اتمنى بجد، مش بس احنا قلنا كلاسيكو العرب، اتمنى ان الكلام ده بعد كده يبقى في كل الماتشات بتاعتنا، مش بس عشان اهلي والزمالك، او مش بس الموضوع احنا خدنا الموضوع على مستوى عربي واقليمي، لا ده احنا حتى لو بنتكلم يعني اتمنى يبقى في استوديو تحليلي محترم واستوديو تحليلي قوي في الاهلي والاسماعيلي مثلا بكره. هتشوف ان شاء الله حضرتك اللي جاي حاجات مختلفه تماما ان شاء الله باذن الله. نرجو بس انت تكمل تتابعنا وما تروحش في اي مكان تاني واحنا عنينا ليك. اكيد، لا اكيد هتلاقيني معاك ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا يعني زي ما قلت لكم، احلى حاجه في البرامج دي راي الجمهور. انت في الاخر بتشتغل بتبقى مش عارف الجمهور متقبلك، حبك، كرهك، قرفان منك، مش طايقك، حاجات يعني. فالجمهور ما بيخش الحقيقه تحس ان انت الدنيا ماشيه كويس، ان يعني في حاله رضا، بتبقى اسعد لحظات حياتك طبعا. واحنا اهم حاجه عندنا انتوا فاهمين، يعني لما بيجي حد يكلمنا عن المستوى الفني للمباراه او عن التصوير او عن التغطيه او عن الاستوديوهات، نسيب كل الكلام ده ونمسك في الاستوديوهات دي، يعني دي اللي بنبقى قاعدين فيها طبعا، انتوا فاهمين. يعني احنا بنيجي نعمل مصلحه عشان نلاقيها ان شاء الله باذن الله، ربنا يعوضها علينا في التلفزيون على طول. طبعا ده هزار، ما تاخدوش الكلام ده في اي حاجه، هي مجرد كده فضفضه يعني. الزمالك بيجهز احمد توفيق للظهير الايسر لنقص خبره ابو الفتوح. طارق حامد وعلي جبر في تشكيل الزمالك امام طلائع الجيش، لكن في الانتاج الحربي مش هيبقوا موجودين، وده طبيعي وكان لازم يحصل في لقاء الاهلي، ولكن في النهايه هو قرار كابتن محمد حلمي. طيب استاذ وليد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن سيف. صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن سيف. ايه رايك في الخدمه دي؟ كلمتك على طول، مش بعد كده بقى. الله يخليك، ده من ذوقك برضه حبيبي يا ريس، اتفضل. انا برضه معترض على الاهلي، بس ده اللي احنا اتعودنا عليه من النادي الاهلي والبطولات وكده. معلش، ما هي الكوره كده، مره ليك ومره عليك. وانا عندي اعتراض برضه على الكابتن ميدو من بعد المباراه. كابتن مين؟ يقول ان على الكابتن ميدو. كابتن ميدو؟ ماله، عمل بعد ايه؟ المباراه مصرح وقال ان جماهير الاهلي بعد الماتش تنام بتغطى كويس، اما جماهير الزمالك تعمل ايه؟ لا ده كويس. اعمل ايه؟
انا جماهير الزمالك تعمل ايه؟ كان سمعت تحصل كان ايه؟ انا اسف، انا مش سامع خالص، الصوت مش واضح. طيب نحاول نكلم وليد تاني، ان الصوت واضح ان هو، معلش وليد، واضح ان الصوت مش واضح. طيب مستنيين تليفوناتكم على 3835961. ميدو على فكره لما بيكتب اي تويته او اي حد بيكتب اي تويته تبقى مجرد ان هي حاجه فاني يعني، خلي بالك هو في الاخر صاحب الاهلاويه والاهلاويه اصحابه، ولازم يقعدوا ينكفوا في بعض، والسوشيال ميديا تشتغل، وده يشتغل على دم ما يكسب وده يشتغل على دم ما يخسر، طبيعي يعني. حلاوه كره القدم زي بالظبط اخطاء التحكيم، واحد يقول لك انا عايز حكم ما يغلطش، طب انا هجيبه لك منين؟ من كوكب تاني. حلاوه الكوره ان الحكم لازم يغلط، وضع طبيعي تماما يعني. استاذ محمد مساء الخير. ازيك يا الزهر، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام يا فندم. انا سعيد ان انا بكلم حضرتك، ودي اول مره اكلمك. ربنا يخليك، شرف لينا يا فندم، اتفضل. طبعا انا اهلاوي طبعا وافتخر يعني. اتفضل يا فندم. هو حضرتك بس هو انا يعني انا ببارك الزمالك طبعا على الفوز بالكاس يعني، بس هو انا استفزني بس جمله كده ان الزمالك كان قافل على نفسه قوي ومحدش بيخش المعسكر والدنيا مظبوطه. طب يعني انا ما شفتش الزمالك كسب 2 و3 و4 يعني علشان القفله بتاعته اساسا يعني. انا شفت ان الماتش طلع 0-0 ومفيش كوره اصلا في الماتش. صح. يعني ايه بقى ايه وجه الاستفاده ان المعسكر بتاع الزمالك مقفول؟ المعسكر اقول لحضرتك طبيعه الكوره اما بتكسب بيبقى الجهاز الفني كويس جدا، والمعسكر كان قوي جدا، مجلس الاداره تخطيط قوي جدا، كل الكلام ده كويس جدا. بتخسر كل الناس دي بتشيل الفواتير، هي دي الكوره. ممكن اسال حضرتك سؤال معلش؟ اتفضل يا فندم. هو الاهلي لو كان كسب الماتش يا استاذ كان مدرب الزمالك هيفضل؟ كان مدرب ايه؟ مدرب الزمالك كان هيفضل؟ والله يا فندم يعلم الله بقى، دي مش ما اعتقدش يعني، كلنا عارفين ان الكابتن المستشار يعني ياخد كل حاجه على صدره يعني، فعادي يعني. الف مبروك للزمالك، انا مش معترض يعني انما مش ماتش يعني الواحد يزعل عليه بصراحه ان الاهلي خسر يعني. انا شايف ان الاهلي كويس يعني، شيء كويس ان حضرتك اهلاوي والاهلي يخسر وتبقى عندك الروح دي وتقول ماتش وراح. الدقيقه 88 الكوره لو جت خلاص شكرا، الدنيا اتقلبت والاهلي كسب عادي يعني. ما هي طبيعه الكوره على فكره كده يعني. كل حضرتك بتقوله ده انا متفق معاك 100%. هو الكوره كده، بجون بنص جون بنص كورنر. الزمالك عمل والزمالك سوى يعني عادي خلاص الماتش خلص يا جماعه يعني. ما هو من حق يعني، خلينا بقى نتكلم هنا من حق الكبير يتدلع يعني، من حق اللي يكسب ينبسط. يبقى الاهلي يتدلع اكتر بقى مع طبعا. هو الاهلي ما بيتدلعش، هو الاهلي لما بيكسب الناس بتسكت. لا نسكت ايه يا باشا؟ مفيش الكلام ده، انا سعيد جدا بالمكالمه. شرف ليا يا فندم، ربنا يخليك. ماشي يا فندم، اتفضل. اشكرك شكرا جزيلا. طيب على فكره يا جماعه طبيعي والله العظيم، ده طبيعي. اي فريق بيكسب بيتبسط ويفرح، اي فريق بيخسر بيزعل. الاسباب بقى وانت بتكسب بتبقى كل حاجه كويسه، كل حاجه كويسه. انا جيت في مجلس اداره اتحاد من 4 سنين، كنا بنتروق بس المنتخب بيخسر واحنا بنتروق بقى، وتجتهد وتعمل وتخطط. طالما الفرقه ما بتكسبش انت اوحش واحد في العالم. جينا في المجلس ده الفرقه بتكسب، انت احسن واحد بتخطط واعظم واحد، وازاي عظمتك وازاي الشغل والاداء، قولوا زي ما تقولوا. فهي في الاخر في رجلين اللعيبه. كسبت اللعيبه، محمود طاهر ده ما حصلش وعالمي وحاجه كبيره جدا. خسرت اللعيبه، محمود طاهر ايه اللي جابه اصلا النادي الاهلي. كسب الزمالك، مرتضى منصور ماسكها بايد من حديد وتخطيط. خسر الزمالك، مرتضى منصور ما يصلحش اساسا ان هو يدير نادي الزمالك، وايه اللي جابه هنا. وضع طبيعي، انت بتكسب انت اعظم واحد، انت بتخسر انت اوحش واحد. وهابي فالنتاين، عيد الحب. نتمنى ان شاء الله باذن الله دايما نحب بعض، نتمنى ان شاء الله باذن الله بلدنا تفضل دايما كبيره. في زياره كبيره جدا جدا بكره، ميسي هيكون موجود في مصر. ميسي بكره هيكون موجود في مصر، وهيكون موجود ان شاء الله باذن الله عند الهرم. وبعد كده في حفله كبيره جدا هتتعمل، هينقلها كل القنوات الفضائيه وهتتغطى على مستوى بكره عالمي، وهتشوفوها لايف على قناه اون. وهيكون موجود استاذ عمرو اديب ان شاء الله باذن الله في الحفله، يذيع لقاءات، وهكون موجود ان شاء الله باذن الله معاه بكره. وهتكون حدث كبير جدا عشان العالم كله يتفرج علينا ويعرف ان مصر بلد الامن والامان، والسياحه ان شاء الله ترجع، والدولار ينزل ونرجع بقى تاني. الدولار يبقى يا نهار اسود لو الدولار بقى ب5 جنيه، ده هتبقى قصه. خلينا نحلم ونقعد نقول اي كلام، اهو الناس هتقول لك انت بتجيب الكلام ده منين؟ انا بجيبه من مصادري. واحد يقول لي ايه مصادرك؟ والله ما انا عارف ايه مصادري اصلا.
ان شاء الله باذن الله تفضل مصر كبيره ويفضل مصر دايما بخير. اسيبكم مع اغنيه هابي فالنتاين، اشوفكم بكره على خير في نفس الميعاد.